بحب كل اللعيبه، كل لعيب موجود عندي دي حقيقه. اهم لعيب عندي، اهم لعيب في الفريق. ايزي بيتقال عليه كلام كتير قوي، هل عشان انا قلت ان انا عاوز اجيب ديفيلمنت هل يطلع كل الكلام ده كله؟ انا في حاجه انا طموحي زي مثلا فكره ممكن يكون جمهور بيحب لعبه حلوه، انا عايز جول. في جمهور يحب طريقه عالميه، انا عايز اخد بطوله. يعني دايما طموحي كبير وهدفي كبير، ان انا دايما عايز كل الناس ليها ناتج، وعايز كل اللعيبه جامده قوي. في لعيبه كل اللعيبه عندي جامده، بعدين ما ينفعش انا يعني كل اللعيب ما بيلعبش، فانت تقول له اللعيب ده ما بيلعبش في مشكله مع المدرب، انت مين قال لك كده؟ انت حضرتك مش عايش معايا. في تفاصيل، انت كده بتكلمني على ابني في البيت، عايزني اقول لك على ابني؟ لا اصل ده متربي وحش، او مثلا سيء بيتمرن وحش، او عنده وزن زياده مثلا يعني. فانت ما حدش عايش التفاصيل دي زيك. وكل اللعيبه مفيش لعيب مش مهم بالنسبه لي، لان في الاخر اللعيبه لازم استفيد منها كلها، هم دول اللي مكملين معايا وهم دول اللي قاعدين. عمر ما يبقى في مشكله بينه وبين اللعيب ابدا، عكس ممكن اكون انا بشد، ممكن اكون انا لازم اقعده يتكهرب، في تستعمل سلطاتك كمدير فني، لكن انت لازم تطلع ناتج. قبل كده كان في لما كنت موجود قبل كده كان برتاهي برضه الموقف ده حصل قبل كده، تكونوا فاكرين كان في فيرو ديل قبل كده كان ده حصل، كان جايب 3 اجوان للمصري. كنت استغرب جدا، الناس كلها كانت مبسوطه بيه، ازاي فرود النادي المصري في الموسم كله جايب 3 اجوان و4 اجوان؟ هو ده هدف، هو ده طموحك، هو ده الفرد اللي انت عاوزه في النادي المصري؟ كنت بستغرب جدا، مش مصدق يعني الفرود الجامد طالع جايب 20 جول 25 جول عالمي، مين مش هيقبل ده؟ لكن واحد فرود بيكسب وبيجريش وعلى طول مش عاجبه حاجه وعلى طول زعلان، طب ايه الاماره؟ انا كبيري في السنه 3 اجوان، ده عقل، هو ده اللي انت فرح، هو ده اللي انت مبسوط بيه، هو ده اللي انت تديله دولارات وفلوس من النادي، والناس بتعمل ايه عشان تجيب الفلوس دي وتديها للعيبه في ميعادها عشان ما يحصلش مشكله ولا حاجه، هو ده الناتج بتاعه. فانا تفكيري غيرك، انت بتفرح زي ما بقول ممكن كجمهور، يا ناس يعني بتكلم على جمهور، الجمهور يعجبه لعبه، انا عايز اخد حاجه، انا في الاخر بتحاسب، في الاخر تيجي تحاسب انا كمجلس اداره، كرئيس نادي، كجمهور، كاعلاميين، انا اللي بتحاسب، انا اللي في الوش على طول. فانت فكري غير خالص، مفيش لعيب عندي مش مهم، كل لعيبه مهمه. دي توفر قد ايه؟ توفر حوالي 38 مليون جنيه. ولكن انا مع حضرتك ان انت تبعد عن بورسعيد وهويه بورسعيد، لا انا مع حضرتك كلام مظبوط طبعا. ممكن دي غفله مننا، وفي برضه مشكله ثانيه عندنا اننا الان بيرفض اي مباراه وديه. حضرتك شايف ما بين كل ماتش وماتش في 15 يوم و20 يوم. كابتن علي مش هيقعد يدي للعيبه جرعات تدريبيه هيزهق، فلازم يعمل ماتش ودي. الامن هنا بيرفض، وما عندناش ملعب بتاعنا، يعني حتى لو الامن وافق هنلعب فين؟ فبنقرر ان احنا نلعب برضه هناك في القاهره. ولكن احنا دي برضه كنا في غفله فيها، يعني انا مع حضرتك والاتفاق مع كابتن علي والجهاز الفني ان شاء الله الفتره اللي جايه معظم الوقت هنحاول نقضي بورسعيد، ولكن الفترات اللي هيبقى فيها ماتشات وديه دي للاسف غصب عننا لازم هتقام في القاهره. زي ما بقول لك التفاصيل جوه، انت زي ما بقول اللي هو ايه ثبات التشكيل، اللي هو انت ايه، انت دايما بتلاعب اللعيب اللي جاهز واللي يقدر ينفذ لك فكره ان انا ادافع بشراسه وهاجم بشراسه. بيطلع بقى وينزل جوه الشغل، التمرين والماتش، زي ما بقول لك مين ما لعبش. عندنا ناس عندنا قوام، ما فيش، هتلاقي دايما موجود في لعيبه، هتلاقي دايما قوام موجود. اللي بيبقى بقى تبقى عايز تخلي واحد مثلا زي ما بقول لك ما بينتجش، فلازم هتفضل سايبه. انت بتحاول، انت دايما انت عارف اللي هو بتشرس اللعيبه، عارف دايما عايز تخلي اللعيبه كل لعيب يحاول يطلع الاقصى ما عنده، فممكن بتقعد ده شويه، بتخطف ده شويه، لحد ما تشوف حاجه. هو مين لعيب مثلا هيجيب لي مثلا بينزل مثلا وبيكسب الفريق وهشيله. الماتش مثلا الماتش اللي فات، اللي هو اللي كان قبل اللي فات، لما ماتش بيراميدز لما نزل لاستويل وجلياس هناك، لما كانوا كويسين، لما نزلوا وعملوا حاجه محترمه، كفاءتهم الماتش اللي بعدهم كله. اللي انا عاوز اوصله لك ان انت دايما بتعدل العدل، ان انت دايما اللعيب اللي هو فكره ان هو بيدي لك في التمرين 100%، يعني الماتش ده في الاخر مكافاه ليه. بيقبض ويشتغل على، انا دايما بقول دايما لعيب قبضه والتزامه في التمرين وان هو بيحارب في التمرين هو ده اللي هيخليه يلعب. لكن تخيل واحد ما بيتمرنش مثلا معاك كويس،
وتيجي تلعب ويبقى وحش تيجي تلعب، انت موتت الاثنين. انت موتت الراجل اللي هو بيتمرن كويس وقعدته. انا بتمرن كويس وفي الاخر ما بتلعبنيش، واللي هو كده كده في الاخر وحش، انا عارف نفسي ان انا كده كده ايه هلعب. فانت تقدر تموت الاثنين، فمفيش حد عايز يخسر. انا في الاخر عندي شعار عايز اكسب. مين اللي هيكسبني؟ دايما بقول الكلمه دي للعيبه. اقرب واحد لقلبي اللي هيكسبني. اللي هيكسب الفريق النادي المصري يبقى اقرب واحد لقلبي. انت عارف دايما في لعيبه دايما ونيت حتى ان هي دايما كل لعيب عايز يبقى يقول لك انا الكابتن علي بيحبني او ده بيحبني. احبك لكن لما تكسب الفريق، لما تطلع كل ماتش جايب جون، عامل جون، جايب جونين، جايب 3، مطلع اجوان كمدافعين يعني. فهي دي الفكره ان انت فكره التشكيل او ان انت بتغير في اللعيب على حسب جوه شغله عامل ازاي، بيدي ايه، بيموت نفسه اللي هو قاتل نفسه وعلى نفسه يلعب. هو اللي بيقول لي ده عمره ما يشيل واحد من الفرقه، واحد بيكسب الفرقه. زي ما بقول لك ابسط مثال جايه لوحدها اوتوماتيك، انا ما كنتش محضرها خالص. ده ماتش البيراميدز لما لاسول نزل وكان كويس. لاسول ده 2005 ولد صغير حاجه تفرح. حتى اماضو ده الولد ده 2003 ده مستقبل للنادي. كل دول تحت السن. فبس الناس ممكن تقييمك يبقى برضه ايه في استعجال على الاولاد دول صغيرين، دول اللي احنا واخدينهم اللي هو عارف زي فكره ايه، زي ما كان زمان كان ابو تريكه كان بيلعب عبد الله سعيد كان الاحتياطي بتاعه. فده بيشوف اللعيبه ويتعلم ويقعد محاضرات وزي ما بس عايز احكي كده حاجه صغيره. الجهاز ده كل الجهاز اللي موجود اداري وطبي وعمال، بس عايز اقول فكره اليوم بتاعنا قايم ازاي في القاهره. الناس اللي بتبقى فاكره ان الموضوع ان احنا عايشين ازاي في القاهره، احنا بنصلي الجهاز كله بيصلي في صلاه الظهر هناك في الكليه الحربيه. كل الجهاز التمرين الساعه كام؟ التمرين الساعه 4. اللعيبه بتيجي بعدين بساعه. طب بنعمل ايه؟ كل الجهاز قاعدين ايه؟ قاعدين محلل اداء والمدرب العام والمدرب والمعد البدني ومدرب الحراس، كل دول قاعدين كل واحد بيحضر شغل. ما بين بقى محاضرات فرديه لكل اللعيبه يجيبوا يتفرجوا على حاجته والاخطاء بتاعته. ما بين حاجات واحد مصاب يجي للدكتور، الدكتور موجود من قبل صلاه الظهر يبقى موجود هناك عشان لو في جلسات. عاملين عياده عالميه حاجه ما حصلتش قبل كده. اللعيبه كانت بتتعالج، انا اسف يعني لو قلت لكم كانت موجوده قبل كده حاجات كانت عامله ازاي مش هتتخيلوا. وكانوا يجيبوا فواتير وحاجات بقى اجهزه، حاجه عياده للنادي المصري، حاجه تفرق، حاجه تتبسط بيها. كل الناس اللعيبه بتروح جايه بعدنا بساعه، كله يخش بقى اللي عنده شغل مع كابتن وائل اللي هو المعد البدني، اللي عنده شغل مع الدكتور، اللي عنده شغل مع مدرب الحراس يقعد يتفرج على حاجات دي ويبدا يشتغل. التمرين يبدا الساعه 4 نخلص تمرين يطلع عاملين هناك ريكفري عالمي، عاملين لهم هناك جوه في اوضه اللبس هناك. بشكر يعني مستر موسى وطبعا المجلس الاداره كله، كان يعني مستر موسى بصراحه ما فيش حاجه بيقولوا عليها غير لما في تنسيق كامل بينه وبين مجلس الاداره يعني. هو مشرف عام على الكوره، بشكره جدا. كل حاجه مش مخلينا محتاجين حاجه بصراحه. عايزين نعمل فكره الميه السخنه والثلج والساقع والاجهزه بتاعت الريكفري كلها موجوده، كل حاجه موجوده. فكله شغل، كل الناس قاعده تشتغل. حد بس يفتكر احنا مش بتوع اللي هو تروح قبل التمرين بنص ساعه على التمرين وتروح تتمرن الفرقه وتروح. مفيش كده. بنعمل شخصيه للفريق. فانت قاعد شغال على الولد من فوق من دماغه هنا. والله كل يوم كده اروح البيت الساعه كام؟ على الساعه 8 بالليل. نفضل قاعدين بعد التمرين، يخش يعمل ريكفري ولا يخش يعمل حاجه، نقعد انا والجهاز نقعد نقيم لعيب. النهارده مين كان كويس؟ ده عنده مشكله، تعالى يا كابتن والد ده عنده مشكله عايزين نشتغل معاه. كل يوم بقى بنفس الشيء، كل التفاصيل. مفيش تفصيله بتعدي. فكل يوم كده، فده برضه محتاج وقت. واحد في لعيبه احنا جايبينها لعيبه كلهم لعيبه كويسه جدا، بس في لعيبه برضه مش متعوده على كم الضغوط بتاع النادي المصري. خلي بالك، في لعيبه كانت بتلعب في انديه مالهاش علاقه بالحته الجماهيريه بتاعت النادي المصري والضغوط والعيشه جوه دي والناس عايزين حاجات كتيره، وكابتن علي طالب مننا حاجات كتير، وكابتن علي طالب مننا نيجي الساعه 1 نبقى في النادي، وطالب مننا شغل، يبعت لهم كل حاجه على الواتساب. الفرقه الثانيه لو انا لعيب، لو انا مثلا فخر، لو انا الشامي، يبعت لهم الحاجات نقطه الضعف بتاعت الفرقه الثانيه. هلعب عشان يبقى حافظ اللعيب، يذاكر اللعيب، هلعب عليه ازاي. فكل الحاجات دي محدش يعرفها. يعني انا الحاجات دي بتاعتي ده شغلي، بس انا بوضح برضه للناس عشان الناس تبقى فاهمه احنا قاعدين بنعمل ايه في مصر. حد بيفتكر احنا قاعدين بنتفسح. نعم؟ اول مطعم لسه مصاب شكل بيقول لي انت هتقول له انت عندك مطعم. الحاجه الوحيده ممكن افتح مطعم او مطعم سمك ومش هدخل فيه حد، اكل سمك بس لوحده. فكره يعني فكره الشغل ثم الشغل ثم الشغل، اقسم بالله النادي ده والجهاز ده ومجلس الاداره بصراحه ما فيش حاجه بيعملوها دي حقيقه. فاحنا ده شغلنا هناك، هو ده اللي احنا قاعدين بنعمله.
عكس احنا لما كنا قبل كده، حتى لما كنت قبل كده موجود في مصر كنا في برج العرب، ما كنتش في الجهاز الاداري موجود هنا، ما كنتش بنزل يوم. كنا قاعدين في توليب، كنا قاعدين في توليب في برج العرب، ما كنتش بنزل يوم في قاعد مع اللعيبه، ما بسيبش اللعيبه ابدا. يعني مش مثلا ممكن اسيب لعيبه وانزل اقطع انا مثلا في حته، عمري في حياتي ما عملت ده، عمري ما اسيبش اللعيب بتاعي ابدا، قاعد معاه يوم الاجازه بس، لو اخد تاني يوم اجازه ونرجع تاني يوم على بعض. فانا مش مدربين ان انا باجي على ايه قبل التمرين وامشي، مفيش الكلام ده، احنا قاعدين للشغل بس، مفيش حاجه ثانيه. مش هتكلم مع استاذ محمد على حته فنيه، هتكلم لان احنا اكيد مش فني، كابتن علي طبعا هو استاذ، بس انا هتكلم على حته من وجهه نظري. بعض المباريات عن بعضها برضه بتعمل حاله زهق، حاله خمول للعيبه. يعني اللعيب بدا اول ما الريتم، الفرقه كلها اول ما الريتم بتاعها بيبدا يعلى فجاه بيقعد بال20 مره. يمكن هو الكابتن علي بيحاول يعالج الموضوع ده بماتشات وديه، بس مهما كان الماتش مش هيبقى زي الماتش الرسمي. معاك اكيد فاهم الكلام. حته موضوع مروان استاذ هشام، يعني عايز حضرتك والساده يبقوا متاكدين ان كرامتكم من كرامتكم بورسعيد من ارض المجلس، وان احنا اكيد مش هنسمح بالكلام ده خالص للنهايه. ومروان متاخد فيه قرار من بعد الماتش بساعه، ولكن زي ما كابتن علي قال هو حق اصيل للنادي، ده اسيتس للنادي، ما ينفعش ان احنا كل حاجه تتعمل، ليس كل ما يعرف يقال، وان شاء الله خير. ايا كانت فين انا بشتغل ايه، هل تقدر تعمل ده على شغلك انت؟ ما تلاقيش حد فيه لعيب ممكن يعمل ده بدل ان هو عايز يخسر في ايه؟ حصل في بعض الانديه وموجود ومثبت ايه فين؟ الزمالك اول فريق. خلاص خلينا في اللاعب في اهم حاجه في هي بقى الموضوع ظاهري. انا بقول هل مجلس هل الجهاز الفني عينه على الموضوع ده؟ بس هي دي شخصيه اللعيبه اللي عندنا يا استاذ محمد عمرها ما تعمل الكلام ده، ولو اتثبت ان في حد بيعمل الكلام ده اكيد مش هيقعد ثانيه في النادي، مش دقيقه في النادي. بس انا باكد لك ان مفيش اي حاجه من الموضوع ده عندنا. ماشي يا استاذ. طبعا موضوع احمد عيد واحمد ايمن منصور يمكن انا اول مره اتكلم فيها، ما اتكلمتش فيها كده خالص. احمد عيد واحمد ايمن منصور قيمتهم التسويقيه لاي حد يا استاذ جمال. لو حضرتك سالت احمد عيد واحمد ايمن منصور هتخلصهم من نادي الزمالك مش اقل من 30 مليون جنيه. انا اول مره اتكلم بالارقام، لكن احنا بنسمع سخافات وللاسف بنتغاضى عنها لمصلحه النادي ومصلحه البلد. احمد عيد واحمد ايمن منصور احنا ما دفعناش منهم جنيه اكتر من عقدهم. والولاد اللي خدت فلوس من نادي الزمالك رجعت، ولكن بشكل ودي شويه مع نادي الزمالك. من الاخر هم برضه عندهم جماهير زي ما احنا عندنا جماهير. فحبينا نحلل الموضوع بالنسبه لادارتهم وادارتهم. ولكن يعني انا في لعيب كابتن علي كان طلبه لعيب درجه ثانيه. طلب فيه 10 مليون جنيه وسيرد باك. 10 مليون جنيه لعيب سيرد باك بيلعب في الدرجه الثانيه. تخيل بقى لعيب منتخب اولمبي ويعتبر من الاعمال الاساسيه في المنتخب الاولمبي، واحمد ايمن منصور يعني حضرتك اكيد عارف قيمته وعارف تاريخه سواء في النادي المصري او بيراميدز. فدول لو بتاخدهم من نادي كبير زي نادي الزمالك، فدول لو من وجهه نظر حضرتك او من وجهه نظر الساده يكلفوا كام؟ كتير. صح ولا الكلام ده؟ احنا ما كلفناش حاجه خالص. ولكن سمعنا سخافات، شفنا حاجات وتحديات فوق ما عقل حضرتك تتخيلوا، وقدرنا الحمد لله الاداره وان صمدنا قدام التحديات اللي كانت قدامنا، والحمد لله قدرنا نعديها، واللعيبه دلوقتي اصبحت لعيبه في النادي المصري. في عندنا جزء من الجمهور طبعا هم اهلنا وناسنا، لكن بيتدخلوا في تفاصيل بسيطه ممكن تقلب علينا الراي العام. اللعيبه دلوقتي لعيبه موجوده في النادي المصري واحنا مرضيين بيهم وهم مرضيين بينا والحمد لله. طال قوي لسبب احنا مش طرف فيه ولا نادي الزمالك طرف فيه. كان في لجنه مؤقته، كان في فتره ريبه، اللجنه المؤقته ما كانش ممكن تاخد اي قرار، حتى لو كان القرار اللي اتخذ كان هو رايها، الا ان وجود مجلس منتخب غير ان يكون في لجنه مؤقته جايه تأدي وتسير اعمال، ما كانش ممكن تاخد قرار. ودي كانت فتره ريبه ما يقدرش ياخد قرار وعنده جماهير كتيره برضه زينا، فيمكن ده اللي طول امد العمليه شويه، وبدات كل واحد يدلو بدلو زي ما بيقولوا، كل واحد يتكلم ويخترع، لكن الموضوع كان ممكن ينتهي في ايام لو كان هناك مجلس اداره لنادي الزمالك غير اللجنه المؤقته. يمكن ده اللي طول امد الموضوع. معلش لا عادي.
ويمكن احنا في كل كلامنا كنا بنقول ان الاثنين لعيبه دول حق اصيل النادي المصري باعتبارهم اتسجلوا على السيستم، وان هم رغبتهم في الانضمام للنادي المصري. رغبه اللاعب وفقا لقوانين الاتحاد الدولي هي اولا رغبه اللاعب ايه؟ خد فلوس يرجعها في امور تصوب، لكن رغبه اللاعب دي كانت الحزام اللي احنا مركزين عليه، بنقول ان اللعيبه هي لعيبه النادي المصري من اول لحظه.